اليوم يا عزيزي المشاهد راح نختبر 5 مشاهير وراح نشوفهم هل هم متواضعين او لا. هلو صدق كذي جابكم لينا نروح ننزل يعني اكيد ما متواضعين، مو نفسي. ياهو. يو السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ عساكم طيبين وان شاء الله بخير. طبعا مثل ما شفتوا بدايه الفيديو، اي نعم اليوم راح نشوف المشاهير هل هم متكبرين او متواضعين. طبعا عندنا 5 مشاهير، اللي هو اول واحد يانو داني. طبعا اختاريت 5 مشاهير اللي هم معروفين بالعراق، وعندنا ثاني واحد سامر جيرماني، وعندنا ثالث واحد تيمور النغل. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. لا حمود بروح امك. هو اسمه تيمور نغل، انا شعلي. اوكي ثالث واحد تيمور، وعندنا رابع واحد اللي هو ريبر، وعندنا خامس واحد والاشهر واحد بالعراق وافضل يوتيوبر عراقي اللي هو علي شاكر. شنو افضل يوتيوبر عراقي؟ كان وين؟ انا افضل يوتيوبر عراقي. اوكي شباب، قبل لا نبلش بالحلقه اتمنى من عندك يا عزيزي المشاهد لا تنسى اللايك اذا تحب اسوي هيك سلاسل، واكتبوا لنا بالتعليقات او اعطونا 5 مشاهير بالتعليقات اراسلهم واشوفهم هل هم متواضعين او لا، واراسلهم من حسابي الشخصي. فاكتبوا لنا بالتعليقات اكثر 5 مشاهير تحبون اراسلهم بالسلسله الجايه او بالحلقه الجايه. اوكي شباب، ما اطول عليكم بالمقدمه، خلينا نبلش بالحلقه يابا. طبعا مثل ما شايفين اول واحد اختاريناه ابو يانو داني. طبعا قبل لا اراسله، كل شخص وله رساله مخصصه، يعني مثلا ابو يانو داني له رساله مخصصه، تيمور له رساله مخصصه. فهمتوا الفكره شلون؟ اي فهمتوها، غصبا عليكم تفهمونها. اوكي شباب ما نطول عليكم، خلينا نكتب الرساله. دقيقه شنو نكتب له؟ وما شاء الله هنا انا مسوي لك هاي الفعاليه اللي هي لازم ندز له رساله واحده، فاحنا لازم ندز له كليشه كامله حتى يجاوب. اوكي شباب اجتني فكره ببالي انه راح اكتب له سلام عليكم ابو ياني وداني. مو ابو يانو داني، هي اسم قناته يانو داني. اوكي ممكن لا شنو ايش كتبت؟ توقف. ممكن تنشر قناتي بدون مقابل، يعني بدون فلوس. طبعا ما راح ينشر قناتك يعني بدون فلوس، يعني هسه انا اي واحد يطلب له يقول له انشر قناتك بدون فلوس ما راح انشره، اذا مو بفلوس الا نشره. طبعا مو بس انا، كل المشاهير الله وكيلك شيء اكيد غير رزقهم هذا. المهم مو بس هاي الرساله، وراح نكمل الرساله حتى لو بمقابل هم عادي. اتمنى تجاوبني، ولازم ندز له قلب وندز الرساله، وان شاء الله يجاوب ابو يانو داني، وان شاء الله ما يفشلنا. بسم الله. السلام عليكم ابو يانو داني، ممكن تنشر قناتي بدون مقابل، لو حتى بمقابل هم عادي، اتمنى تجاوبني. هسه اكيد يعني يعرفني انه انا عندي مليون مشترك ويجاوبني. المليون مشترك مو شويه يا عزيزي المشاهد، مليون مشترك يا حبيبي، مليون مشترك مو شويه، يعني لازم يجاوبني. المشاهير لازم كلها تجاوبني، وغصبا عليهم يجاوبوني. اذا شافوا الفيديو شلون بعد راح يجاوبوني. اوكي تحياتنا لك ابو يانو داني، وهسه نروح للمشهور اللي بعده. طبعا مثل ما قاعد تشوفون المشهور اللي بعده اللي هو سامر جيرماني، المعرف لا يعرف، الخليفه. اوكي هسه نطبع الرسائل، وش نكتب له؟ شباب اعطونا افكار شنو اكتب لهم. راح نكتب له السلام عليكم اخي سامر. شنو ايش كتبت لنا؟ السلام عليكم. اوقف امسح فشلتنا. السلام عليكم اخي سامر. راح نقول له يعطينا نصيحة، بما انه هو معرف بالنصائح ويعطى هواي نصائح، فنقول له خلي يعطينا نصيحة. ممكن تنطيني نصيحة؟ راح نقول له مختصة بمجالي اللي هو مجال يوتيوب، يعني عسى ولعل يعطينا نصيحة انه انا ما سامحها بمجال اليوتيوب. مختصة بمجالي اليوتيوب، ملاحظة عندي مليون مشترك. على مود من يشوفون المليون مشترك، على مود يجاوبني، يعني يقول لك هذا مليون مشترك، الله عنده هواي مليون مشترك، فيقول لك هذا اذا ما يجاوبني راح يفضحني قدام الناس. اوكي سندز له الرسالة. ايش كاتب انا؟ مليون مشترك. والله العظيم هذا الفيديو ببعراته هواي، مليون مشترك. اوكي عدلناها، وندز له قلبيا، وبسم الله هدي والله بسم الله. اوكي وصلت الرسالة لاخونا سامر جيرماني، واتمنى يشوفها ويا رب ما يفشلنا يا رب. اوكي تحياتنا لك اخونا سامر جيرماني، وهسه تقول له روني واذا ما جاوبوا عليك انا اقول لك بعدين اذا ما جاوبوا علي شو اسوي لهم، انا اقول لك. لا حمود بروح امك. شنو مثلا راح اهددهم مثلا؟ هم ما يردون يجاوبونك، بس بعدين بنهاية الفيديو راح تشوف شو اسوي لهم يا عزيزي المشاهد. اوكي وعندنا ثالث مشهور اللي هو تيمور. اوكي خلينا نكتب له هلو تيمور النغل. هم يسمون النغل، انا ترى معلي، هم يسمون النغل انا معلي. شنو رأيك واني واصل مليون مشترك على اليوتيوب؟ 3 قلب احمر.
المشيني من يشوف القلب احمر يقول لك هذا يحبني ويتابعني فلازم اجاوبه. تخيل ما يجاوبونك كلهم. بس تخيل يا عزيز المشاهد شنو ما يجاوبونك كلهم. ترى انا عندي مليون مشترك حبيبي، مليون مشترك مو شويه حبيبي. خلاص عاد خلاص. اوكي مثل ما قاعد تشوفون رساله، هلا تيمور النغر شنو رايك وانا واصل مليون مشترك على اليوتيوب؟ بسم الله راحت الرساله وان شاء الله يجاوبنا تيمور النغر. اوكي راحت الرساله تيمور وان شاء الله يجاوبنا وما يفشلنا ان شاء الله، بما انه هو ابن محافظتي فان شاء الله يجاوبنا. اوكي عندنا اخر واحد. هذا قال عبد. هذا ايش فيه؟ لا يكون يتعاطى شيء ولا غيره. اوكي عندنا رابع واحد اللي هو ريبر. الله وكيلك ريبر يوميا حاط لك صوره ويوميا مبدل لك صوره، ما تعرف شنو فيلمه، يوميا مبدل لك صوره. هسه انا شعلي هي قناته بكيفه، حساباته بكيفه، يريد يبدل صوره يريد ما يبدل، انا شعلي. اسف شباب بس هاي الصوره مبينه تركيب وهنا شويه عيونك منعسه، يعني ليش ما نايم؟ روح نام وبعدين من تقعد تقص صوره. هنا ريبر هم مفعل له خاصيه الرساله وحده، لازم تدز له رساله وحده. اوكي ايش نكتب له بالله؟ ايش نكتب ليه؟ ايش نكتب ليه؟ ايش نكتب ليه؟ لقيتها. خلنا نقول له تبيع قناتك بمقابل $50. اي والله خلنا نقول له السلام عليكم، تبيع قناتك مقابل 50,000 $. الله وكيلك لو عنده $50,000 ما ظل بالعراق. نوبة اشتري قناة ريبر ب$50,000 مستحيل. اوكي خلينا نحط له هاي مال الفلوس ونقول له مع تحياتي وياك روني اليوتيوبر. نعم اليوتيوبر. ندز له قلب وبس والله راحت الرسالة. اوكي تحياتنا لك ريبر وننتظر رسالتك ان شاء الله. اذا تبيعها فان شاء الله تطلنا خبر انه انا حتى لو تبيعها ما راح اشتريها. قول ب100,000 ايه اشتريها ب100,000. الله يرضى محمد. شوفوا شباب خاف تقولون انا متكبر وما رد على الجميع. شوف الله وكيلك هنا كنت قبل متابع علي شاكر واسوي له تاك بس هو ما يرد، بس ان شاء الله من بعد هذا الفيديو ان شاء الله راح يرد. هو داب التاك ما رد انه بس يرد. اوكي خلينا نشوف الرسالة. خلينا نكتب له اذا انت متواضع رد. شلون الرسالة؟ بالله عليك عزيزي المشاهد شلون الرسالة؟ انت اذا متواضع رد. بما ان الامام علي عليه السلام يقول من تواضع فالله رفعه، فانتم ليش ما تردون؟ انتم ليش ما تردون؟ زين انا ليش ما رد على المتابعين؟ اوكي خلينا ندز له قلب وندز الرسالة. راحت الرسالة ويا رب يجاوبون. اوكي شباب هنا راسلنا 5 مشاهير وهسه راح شو نسوي؟ راح نمسح لنا الانستغرام. ليش نمسحه؟ لان خاف اطبع لنا الانستغرام واطبع الرساله بالغلط. هالقد انا عندي ثقه بروحي انه راح يجاوبوني. الله وكيلك ما عنده اي ثقه. فاوكي شباب هسه راح نمسح الانستغرام وننزله باكر ونشوف هل واحد من المشاهير رد علي. هسه تقولون واذا ما رد ان شاء الله اذا ما رد نشوف شنو يصير اذا ما رد. فاوكي نرجع لكم بعد يوم. طفي الكاميرا. السلام عليكم رجعنا لكم من جديد. تقريبا خذينا لنا يوم واحد. يلا هسه راح نشوف الرسائل. اي نعم يا عزيزي المشاهد هسه راح نشوف الرسائل ونط راينا بالردوا واللي ما ردوا. طبعا انا اتوقع انه اغلبيتهم او مو اغلبيتهم يعني كلهم ما ردوا. يعني منو انا حتى يردون علي؟ منو مثلا جستر بيبر؟ لا حبيبي مو جستر بيبر. محمد السالم؟ لا مو محمد السالم. لا حد منو انت حتى يردون عليك؟ هاي انا قاعد اقولها بلساني. فالمهم شباب تقريبا هذا الفيديو اخذ من عنده يومين يلا يكمل، لان ذاك الفيديو سويناه يوم 16، يعني صورت فيديو واحد يوم 16 نوب خذينا لنا يوم ايش قصر صار يوم 17 وراح ينزل لكم يوم 18، يعني 3 ايام خذ من عنده هذا الفيديو. فشرد من عندكم انه يا اخي ليش ما تحط لايك؟ يا اخي حط لايك يا اخي، اللايك ببلاش يا اخي. بس سؤال يعني انت قاعد تبو علي والله عجيب. حط لايك يا اخي حط لايك. ايش في؟ صاحي. اوكي فالمهم شباب ما احرق عليكم الفيديو، بس قبل لا نشوف الرسائل انه اتمنى من عندكم انه تعطونا 5 مشاهير تكتبوا لي اياهم بالتعليقات او تعطوني انا بحساب الانستغرام 5 مشاهير فقط او 5 يوتيوبريه، بس الافضل 5 يوتيوبريه. فاللي متابعني على الانستغرام خليه يعطيني اياهم، واللي ما عنده انستغرام روح تابعني نزله وتابعني واكتب لي بالتعليقات 5 مشاهير اراسلهم بالحلقه الجايه. طبعا اذا شفت هاي الحلقه عليها تفاعل. فالمهم شباب نقول بسم الله ونفتح التليفون ونطبع لنا انستغرام. اوقف خلينا نفتح تسجيل. اوكي فالمهم شباب مثل ما قاعد تشوفون هذا حساب بالانستغرام ما شاء الله، يعني عندي 1,000,000 متابع باليوتيوب
ومليون متابع بالتيك توك، وهنا شوف ايش عندي 57 كي. يعني ليش ما حد يتابعني يا اخي؟ بس سؤال ليش؟ اوكي يا اخي ما ادري ناس ما عندهم انستغرام او ما يحبونك بمجال الانستغرام، يحبونك بس بمجال يوتيوب بس بمجال يوتيوب وبمجال التيك توك. فالمهم شباب ما نطول عليكم، طبعا مثل ما قاعد تشوفون 6 رسائل. طبعا اتوقع هاي 6 رسائل انا اتوقعها من المتابعين. شوفوا انا من النوع اي واحد يدز لي رساله من المتابعين قبل اطب عليها، يعني ما اخليها معلقه على مود الرقم. والله شوفونا 10 رسائل او 20 رساله، انا ماكو الا طبع الرساله. يلا ارتاح، عنده فضول اللي مثلي خليه يكتب بالتعليقات. اوكي شباب انطبع الرسائل ونقول بسم الله. ولا 5 ما رادين علي، والله العظيم 5 ما رادين علي. اي والله شوف اول واحد علي شاكر ما رد، ثاني واحد ريبر هم ما رد، ثالث واحد تيمور هم ما رد، رابع واحد سامر جرماني هم ما رد، ثالث واحد يانو داني هم ما رد. والله يمكن راح عن الفيديو شباب، ثمان الله، ويمكن ما ينزل فيديو ثمان الله. يا اخي سؤال ليش ما ردوا؟ والله العظيم يعني انا معد مليون مشترك، يعني مو قصة اقول مليون مشترك، عندي مليون بالتيك توك ومليون باليوتيوب، يعني ليش ما ردوا؟ انت ياهو. معقولة ما يهتمون لي وما يعرفون انه انا يوتيوبر وما يعرفون انه انا تيك توكر وما يعرفون انا عندي مليون متابع؟ بس اوكي يلا، واذا ما ردوا اوكي. والله العظيم تمنيت واحد يرد علي، قولوا ليش على مود يطلع الفيديو شوية حلو، بس ما حد رد علي. شلون الفيديو راح يطلع حلو؟ بس اريد اعرف شلون الفيديو راح يطلع حلو. يا اخي والله العظيم ما ادري شو احط له الفيديو حتى يصير حلو. يمكن راح احط له شكر على مود يصير حلو. لا شوفوا، هي اهم شيء فكرة الفيديو عزيزي المشاهد، اهم شيء. يعني ايش كاتب انا بالفيديو؟ اسرع مشهور يرد علي. ما شاء الله ما حد رد علي. لا إله إلا الله. اوكي شباب، طبعا هذا الفيديو اول شيء بيه رساله، وثاني شيء انه يعتبر فيديو يوتيوب، وهاي الفكره من بالي حبيت اسويها اليوم. اي والله انا اي فكره تجيني على ما اراسل ميسي وما يجاوبني انزل الفيديو. شوفوا الفكره من الفيديو انه مو اي مشهور يقدر يرد على الرسائل، يعني تقريبا باليوم تجي قول 50 رساله، قول 50 رساله يا عزيزي المشاهد. تخيل يجاوب هذول ال50، يجي شنو وراه 50 رساله هم كذلك، ويظل يجاوب. وهذا من النوع اللي يدق عليه، وهذا من النوع اللي يطلب من عنده شيء، وهواية اشياء يسوونها المتابعين. فلهذا السبب انه اكثرية المشاهير او اكثرية اليوتيوبرية ما يقدرون يردون على الرسائل، يعني فقط السؤال معين والسؤال مفيد للمشهور راح يردون عليه. اما اذا انت تجي له تكتب له السلام عليكم، يعني شنو يرد؟ انت ادخل قبل بالموضوع. اي مشهور تريد تراسله قبل ادخل بالموضوع قبل. لو هذا تقول له انت صباح الخير، شو يرد عليك مثلا؟ هو عنده شغل 24 ساعة، شي يرد عليك؟ اي والله هاي الفكرة اللي بالفيديو. واتحدى واحد يقول انه هاي مو فكرة، اتحدى واحد يقول. بس انه اليوم انا قاعد ابين لكم انه كمية الرسائل للمشاهير توصل لهم هواي رسائل، فما يقدر يجاوب نص ويعوف نص، ما يقدر. اوكي اهم شيء بينت السبب انه اكثر المشاهير ما يردون. يعني الله وكيلك لو يدرون بي انا روني الله وكيلك جاوبوني، بس انه تلقاهم مراسلينهم هواي، فانا صاير جواب الرسائل، فلهذا السبب ما قدروا يجاوبوني. فالمهم شباب تحياتنا للمشاهير طلعتهم بالفيديو، والله تمنيت تجاوبون كان صار الفيديو حلو. بس المهم شباب اريدكم تروحوا لهم واحد تقولوا لهم ليش ما جاوبتوا روني. هسه روحوا لهم واحد بالانستغرام وباليوتيوب باي مواقع عندهم، قولوا لهم ليش ما جاوبت روني، قولوا لهم ليش ما جاوبت روني، على مود يعرفون انه انا مراسلهم وهم ما جاوبيني. فالمهم شباب تحياتنا للمشاهير اللي طلعوا ويانا، وانتظرونا بجزء ثاني من المشاهير هم نراسلهم، وان شاء الله الجزء الثاني يطلع احلى. والله العظيم ما اعرف شنو اقول، والله العظيم ما اعرف شنو اقول. فالمهم شباب لنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم الحلقة. ادروا انه بهاي الفترة انه قاعد انزل كل 3 ايام فيديو او كل 4 ايام فيديو، بس والله العظيم شوية تعبان انا، والله العظيم شوية تعبان. يعني اصور تيك توك وفيديوهات قصيرة اللي هي يسمونها الشورت هم لليوتيوب، هذا بشكل يومي قاعد انزل. وجه النوم بصور يوتيوب اللي بالطول، ومثل ما شايفين هذا الفيديو اللي بالطول الله وكيلك ياخذ مونتاج 7 ساعات الى 8 ساعات، بس مع ذلك انتم تستاهلون هذا الشيء. فالمهم شباب لنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبتكم الحلقة، وانتظرونا بجزء ثاني من هاي السلسلة. وبس والله كان وياكم روني، نشوفكم فيديوهات جديدة وفيديوهات اقوى. شباب لا تنسون قولوا لهم ليش ما جاوبت روني، هسه كل تطلق هاشتاج ليش ما جاوبت روني. وبس والله ليش ما حد جاوبني.